السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا أحلى متابعين؟ رجعت لكم بوصفة جدا لذيذة بناء على طلب واحدة من المتابعات. طلبت ميدم اللحم من قبل، طبعا سويناه على DI، نزلوا تحت شوفوا الفيديو موجود. وهذه الأكلة أكلة الشعب البحريني في المناسبات السعيدة وخاصة في الأعياد. شوفوا جمال الطبق، إيش رأيكم؟ أقول لكم شلون سويت هالطبق اللذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. هني استخدمت لحم، طبعا تاخذون صوب الكتف والظهر أحسن نوعية حق هذه الطبخة. طبعا نفس ما عودتكم ان انا راح افوح اللحم ربع ساعة في هذا الجدر بدون اي اضافات، وبعدين راح اكت مايه واحط له ماي نظيف. وهني طبعا عقب ربع ساعة شلت اللحم من الماي وحطيته في مشخالة نظيفة. الحين حطيت ماي نظيف وراح أطيبه. راح أحط فيه حبتين طماط وحبة بصلة وكم فص ثوم، وعندي هني كم عود كزبرة. وراح أبتدي بالبهارات الحب، عندي 3 حبات لومي أسود، عندي هيل وحبوب الفلفل الأسود والكزبرة والمسمار. وعندي هني البهارات الناعمة أو المطحونة، عندي الكركم والكزبرة والكمون والبزار واللومي الأسود والفلفل الأسود. وطبعا ما راح نحط ملح إلا لين استوى اللحم. وحين دور إني أنزل اللحم، بغطي هني على اللحم وبخليه ساعتين، أول شي على نار عالية، ومن يطبخ بنزل النار. وطبعا عبال ما اللحم يستوي يبيله ساعتين. هني نجهز النخي الأصفر اللي راح نستخدمه حق الحشو. فأنا هني حطيت نخي أصفر غسلته. هني تشوفوا معاي من يطبخ النخي بتطلع عندنا فوق الوجه رغاوي بيضة، حاولوا تشيلونها. وهني عندي البيذان اللي راح استخدمه حق الحشو، انا علمتكم من قبل شلون تسوونه. شوفوا شلون، طبعا تنقعونه قبلها بليلة، كل 4 ساعات تبدلون الماي ماله لين توصلون لهالنتيجة. عندي هني ماي ورد وزعفران نقعتهم، وعندي هني نص كوب زبيب مجرد غسلته، احطه على البيذان كذي. اذا هني حسيتوا ان اللون فاتح تقدرون تستخدمون ملون طعام. بحط شوية وبقلبه، خلاص بخليه على جنب ينقع. وطبعا عبال ما النخي يستوي واللحم يستوي راح نسوي الحشو. فبرزنا هني جدر بدون زيت، راح نحط عليه 5 بصلات قطعتهم مكعبات بهالطريقة. بنقلب البصل على نار عالية بدون زيت، نبيه ينشف الماي ماله. نشوف هني النخي خلاص تقريبا استوى. الحين أشخله من الماي. هني شخلنا النخي من الماي، نرجعه في الجدر الصغير، وراح أضيف عليه منقوع البيذان مع الزبيب وماي الورد والزعفران واللون اللي حطيناه. وبقلب كل هالمكونات مع بعض عشان بعد لون النخي ياخذ من هالألوان الجميلة. طبعا دي الحركة ما سويناها حق ميدم الDI، سويناها حق اللحم عشان ما نبي اللون يكون فاتح، وعشان شوي يصير بعض الخطوات نغير فيها، مو كل شي نفس الشي. بنرجع حين حق البصل، تشوفوا من تحت القاع عندنا تحمر، هذه المرحلة اللي احنا نبيها. فنكون مجهزين ماي وناخذ كذي بيدنا الماي ونبخه على البصل عشان كل هالاشياء المتحمرة تحت في القاع تنشال. شوفوا بسرعة انشالت. نقعد نكرر ذي الخطوة 2 ل3 مرات ل4 مرات على حسب البصل اللي عندكم ايش كثر بياخذ فترة لين يتكرمل. وما ننسى هني اللحم اني نشيك عليه، تقريبا مر عليه 1.5 ساعة. يدور الحين اني احط الملح. لا تنسون ان احنا ما حطينا الملح في البداية عشان ما يبطئ استواء اللحم. وطبعا بغطي عليه وبخليه نص ساعة زيادة. هني وصلت للون اللي انا ابيه، خلاص ما راح اكرمله اكثر من كذي. في دور اني احط ربع كوب زيت
وقفشة كبيرة سمنة، ما تحبون السمنة اكتفوا بس بالزيت أو الدهن الخالدي. وبقلب البصل في السمنة والزيت بعد أبي شوي يقمج معاي البصل. هني خلاص وصل البصل للون اللي أنا أبيه. الحين يدور إني أحط فوقه النخي والبيذان والزبيب، وطبعا نحط قفشة شكر. وبهارات الحشو عبارة عن هيل ودارسين ولومي أسود فقط. وأقلب كل هالمكونات عشان يمتزج الطعم كله مع بعض. الحين أغطي عليه وخليه 10 دقايق على نار هادية. ورجعنا حق اللحم خلاص استوى. الحين يدور إني أشخل كل هالمروق عشان أسوي معاكم العيش. وهني شخلت المروق. الحين بنسوي العيش مع بعض. فحطيت في المروق ملح، بزيد هني على المروق كم حبة هيل ومسمار وحبة درسين. وهني نزلنا جيلتين عيش غسلناهم زين ما زين وكنا ناقعينه نص ساعة. وخلاص بخليه لين يشفط كل هالسائل. شوفوا معاي هني خلاص العيش شفط كل مروق وعلى قولتهم دش بيوت العيش. الحين يدور اني اقصر عليه كلش واخليه على نار هادية نص ساعة ل35 دقيقة. هني سلقت 4 بيضات وحطيتهم في نفس الصحن اللي كان فيه زعفران وماي ورد عشان بعد ياخذون من لون الزعفران وماي الورد. وبقلبهم وني هنا نطل على العيش ما شاء الله تقريبا بعد بقاله شوي ويستوي. فقبل ما يستوي بشوي يكون أنا مجهزة منقوع ماي الورد والزعفران وحط كذي على الوجه واغطي عليه واخليه بعد 5 دقايق. الحين نحاول نطلع اللحم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم واحطه على ورق الزبدة. عندي هني منقوع ماي الورد والزعفران اللي زاد معانا في الصحن. راح احط عليه شوية ملح، قفشة صغيرة ليمون اسود مطحون، وقفشة صغيرة دارسين، وقفشة صغيرة سمنة عشان يطلع لنا اللحم لونه جميل وما ينشف معانا في الفرن. نقلب كل هالمكونات مع بعض ونجيب فرشة وندهن فيها كل قطع اللحم. طبعا عقب ما نخلص كل القطع راح ندخله في فرن مسخنينه من قبل من فوق فقط. وحين طبعا أحلى لحظة اللي هي لحظة الإنجاز إن الأكل ما شاء الله برز، العيش ما شاء الله استوى. شوفوا ما شاء الله العيش شلون نثري وحباته ما شاء الله طويلة وريحته ما شاء الله تينن. نقول بسم الله لا قوة إلا بالله وننشب العيش في صحن التقديم. ونشبنا العيش وحين دور الحشو. شوفوا ما شاء الله لون الحشو وش حلوة. نحطه كذي فوق العيش وما شاء الله طلعنا اللحم من الفرن. الحين نحاول نحطه فوق العيش وطبعا ما ننسى البيض. والحمد لله جهزت طبختنا اليوم. الله يعطيني ويعطيكم الصحة والعافية. إن شاء الله يكون فيديو مفيد وسهل وسريع عليكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلون زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد أنا أنزله في القناة. الحين أقدر أقول لكم مع السلامة وفي حفظ الرحمن.